بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا اهلاوية؟ عاملين ايه؟ معاكم ناصر أحمد بيقول لك يا اهلاوية دعمونا واشتركوا في القناة. ان شاء الله بكرة في ماتش الاهلي وغزل المحلة. الماتش هيبقى صعب جدا. واحد طبعا ما عندوش ثقة في المدرب بصراحة، أصلا المدرب بصراحة مش مقتنع بيه خالص يعني. بس يلا هنشوف بكرة هيحصل ايه مع غزل المحلة. بعدها بيراميدز، ماتشين صعبين جدا 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 قبل التوقف عشان منتخب مصر. فنتوقع كده التشكيل ونتوقع النتيجة. طبعا بعد ما شفنا شوبير الماتشين اللي فاتوا غلطتين جونين. أنا مش عارف بقى هيبدأ بيه بكرة ولا هيبدأ بالشناوي. الشناوي طبعا بعد وفاة والده. أنا مش عارف بقى هيبقى مركز ولا لسه من وفاة والده مصلحة طبعا، والأب والأم طبعا لازم تأثر بيه في أي وقت في أي مكان. لكن هنشوف يعني، ممكن نشوف الواقع التشكيل كده مع بعضينا. والمدرب ده بصراحة مش عارف هيكمل معانا ولا لأ. بصراحة أنا أول مرة في حياتي مدرب في أول ماتشين ما يقنعنيش. أول كأس عالم بصراحة ما أقنعنيش خالص. كنت متوقع إن كابتن الخطيب بقى يشوف حد مكانه، بس لسه كابتن الخطيب مديله فرصته. مش عارف أنا إيه بكرة ماتش بيراميدز. ماتش بيراميدز ده صعب جدا 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 جدا. أنت هتلاعب فريق بيهاجم، فاهم يعني؟ بيراميدز بيهاجم وعنده مهاجمين كويسين. عنده البوتن ده لاعب كويس جدا، وعنده طبعا مهاجمين كويسين. خلينا بس نشوف ماتش المحل الأول بتاع على عبد العال ده، اللي مدخلش فيه ولا جول ولا جاب جول ولا تعاد ولا كسب ولا خسر. 3 ماتشات تعادلات. فماتش بقى صعب. ألعاب على هيبقى لك ال50 لاعب ورا، طبعا مش هيهاجم خالص. اللي ممكن يلعب هجمة مرتدة، أو ممكن يبقى ضد كام هجمة كده وأنت بتهاجم. ف ماتش صعب. وفي المحلة كمان هيبقى صعب جدا. مع المدرب ده هيبقى صعب جدا جدا جدا. فالتشكيل إن شاء الله بتاع الأهلي بكرة إن شاء الله ممكن الشناوي، أشرف داري بكم، مع كريم فؤاد مكان محمد هاني. الناحية التانية لو شكري سليم يبقى شكري هيلعب. لو مستر ممكن عمر كمان عبد الواحد. قدام في نص الملعب تيانج بن رمضان زيزو، وأشرف بن شرقي وتريزيجيه ومحمد شيخ. ده التشكيل المتوقع إن شاء الله بإذن الله بكرة ماتش الأهلي وغزل المحل. أتوقع نتيجة طبعا مع لاعب صعب تتوقعها، بس إن شاء الله الأهلي يكسب 2-1. أي 1-0 بالعافية في آخر الماتش كده يعني، فاهم؟ يعني مع المدرب ده متوقعش أي حاجة بصراحة، فاهم يعني؟ مفيش حاجة يعني. وقت ما شفتش جملة بتتلعب كلها أنا عرضية، هي كده شخصية، فاهم؟ مفيش جملة تكتيكية كده اتعملت. مفيش كام باصة كده راحت للجون ضمن الملعب. فكلها جمل عادية، مفيش حاجة خالص يعني. فده التشكيل المتوقع كده. فيديو صغير كده بس مش هنطول فيه. مفيش حاجة، مفيش أحداث، مفيش حاجة نتكلم فيها. فده كان توقعنا للمباراة وتوقع التشكيل. فأنا مستني تعليقكم. قول لي أي تشكيل متوقع بالنسبة لك بنتيجة إيه في ماتش بكرة إن شاء الله بإذن الله. يلا أهلاوية دعمونا واشتركوا في القناة. السلام عليكم.